السلام عليكم. قررت إدارة النادي الأهلي النهارده بقيادة الكابتن محمود الخطيب بدء التواصل مع الاتحاد الدولي للعبة من أجل بحث المشاركة المحتملة في بطولة كأس العالم للأندية. سوف يكون غدا في 10 صباحا اجتماعا بخصوص هذا الأمر بتوقيت القاهرة للمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيعلن من خلال هذا المؤتمر الدولة المستضيفة لكأس العالم في فبراير المقبل. يقال في بعض الصحف الشهيرة أن البلد التي تقدمت للاستضافة هذه البطولة هي دولة المغرب، إذن بنسبة 90% المغرب هي التي تنظم كأس العالم للأندية في فبراير المقبل، ولكن إذا تقدمت دولة أخرى سوف يحدث مفاجآت. ويقال أن هناك رغبة عارمة في الفيفا لاستغلال التطور الكروي في المغرب. أيضا دول السعودية والإمارات وقطر لم يتقدموا لاستضافة هذه البطولة حتى الآن. طبقا للائحة العرف الوداد هو بطل الدوري المغربي، إذا فسيكون هو المنظم للبطولة، لكنه في ذلك الوقت بطل دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، لذا يشارك النادي الأهلي باعتبار وصيف البطولة القارية، وهذا حدث مرتين في عام 2007 و2008 في اليابان. وخدوها مني بقى كلمة إن بنسبة 100% الوداد هو المنظم للبطولة اللي جاية لكأس العالم للأندية. والأحسن من كده إن الأهلي هيشارك باعتباره وصيف دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية. وهناك محاولة لإرضاء النادي الأهلي بعد ما حدث في ملف ملعب نهائي أبطال أفريقيا الأخير. الفيفا دائما حريص على فريق كبير مثل الأهلي، والكابتن محمود الخطيب سوف يتوجه إلى قطر لحضور نهائي كأس العالم قطر 2022، وسوف يتواجد هناك مسؤولين كبار في اتحاد الكرة واتحاد الفيفا في خلال المقابلة التي تتم في قطر بنهائي كأس العالم. سوف يتكلمون على احتمالية كبيرة لمشاركة النادي الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية التي حتى الآن سوف تنظمها المغرب. لا نعلم سوف تتم في المغرب أم تتقدم دولة أخرى بطلبات لاستضافة كأس العالم للأندية. إن شاء الله نشوف الأهلي في كأس العالم من جديد، ويحقق لقب جديد، ويحقق أفريقيا من جديد. والسلام عليكم. أهلاوي أنا والفخر ليا.